كيليان امبابي رسميا خلع. الخبر ده لسه نازل من حوالي ساعة، ان كيليان امبابي كلم نصر خليف وقال له السيزون الجاي او نهاية السيزون ده هي اخر فترة ليا في باريس سان جيرمان. يعني اخيرا القصة ما بين كيليان امبابي وريال مدريد وباريس سان جيرمان دي هتخلص ونخلص منها. طيب، خلينا نعرف بداية الحوار بدأ منين او القصة جت منين او الموضوع جه منين. الموضوع بدأ في سنة 2021 لما ريال مدريد عرض على كيليان امبابي ان هو ينضم ليهم، وباريس سان جيرمان عرضوا عليه عرض اكبر، والرئيس ماكرون اتدخل في الموضوع وقال له لازم تقعد ومش عارف ايه، والكلام ده انتوا عارفينه اكيد يعني. السنة اللي بعدها هو قعد ومد سنة والكلام ده، والسنة اللي بعدها 2022 ريال مدريد عرض عليه 130 مليون سايننج بونص و25 مليون كمرتب سنوي. ده من غير طبعا، يعني 25 مليون ده المرتب بتاعه بس، طبعا من غير البونسز والاعلانات والكلام اللي انتوا فاهمينه ده يعني. طيب، كيليان امبابي ساعتها طبعا الحاجه فايزه والدته قالت لا، باريس سان جيرمان بيدينا فلوس اكتر، خليك قاعد والكلام ده كله. فساعتها كيليان امبابي رفض القصه دي كلها، وكان اتكلم مع باريس سان جيرمان ان انا عايز افضل السنه دي كمان عشان السنه اللي بعدها ابقى فري ايجنت وهعرف اخد البونص بتاعي، اللي هو كيليان امبابي اصلا عنده حاجه زي اجريمنت كده مع باريس سان جيرمان ان هو لو قعد لحد 2023 وهو ماشي هياخد 80 مليون يورو كده، اللي هو ايه، بس عشان انت قعدت معانا يعني. على اساس ان هو كيليان امبابي طبعا بما ان هو لعيب عالمي وقوي وفشيخ وبتاع، باريس سان جيرمان محتاج يقدم له كل فروض الولاء والطاعه يعني. ودي حاجه ليا كمشجع باريسي طبعا كانت مستفزاني بقالها كتير قوي، والقصه دي كانت مستفزاني بقالها كتير قوي. كيليان امبابي مهم، كيليان امبابي مهم جدا، لعيب جامد، لعيب سريع، لعيب بيفنش، لعيب بيعرف يتمركز صح، بيعمل كل حاجه. ولكن برضو فكرة ان هو القوام الرئيسي في الفريق ومن غيره الفريق يقع ويبقى شايف نفسه للدرجة دي كانت حاجة مضايقاني منه بقالها كتير يعني. وطبعا ده غير المشاكل اللي كان عملها مع نيمار والقصص اللي كانت بتحصل، وميسي السنة اللي قعد فيها برضو كان اللي هو عايز يبقى النجم الأوحد ما بينهم هما التلاتة والكلام ده. فكل الكلام ده يعني كان مضايقني، وقصة أصلا إن كان كيليان امبابي ونيمار وميسي هو ضرنا أكتر بكتير ما فادنا يعني. ف بما ان هو كيليان امبابي مش هيجدد السنه دي وخلاص، الصيف ده هيبقى اخر صيف ليه مع باريس سان جيرمان، خلينا نتناقش على العقود اللي اتقدمت من باريس سان جيرمان لكيليان امبابي كانت ايه، والعروض اللي قدموها ريال مدريد عامله ازاي، والكلام ده كله. طيب، كان المفروض باريس سان جيرمان يوم 31 يناير كان كيليان امبابي يبعت لهم او يتكلم معاهم في فكره لو هيجدد السنه الزياده الاضافيه اللي كانت اتكتبت في عقده، بس هي لازم تتفعل من خلاله. فكان الديدلاين بتاعها ان هو اللي يرد عليهم فيه كان 31 يناير اللي فات، وطبعا كيليان امبابي ما ردش عليه، فباريس سان جيرمان حصل ما بينهم بقى مشاكل، وما بعتلناش ليه ومش ما بعتلناش ليه، وشويه كده ايه يعني، ايه شويه يعني شويه تحابيش كده يعني. فاحنا دلوقتي في انهي حته؟ احنا دلوقتي في حته ان احنا متاكدين ان كيليان امبابي رايح ريال مدريد، وكده اتاكدنا ان خلاص مش هيكمل مع باريس سان جيرمان. بس هي حاجه مش ألذ حاجه لباريس سان جيرمان ان هو هيخسر اهم نجم عنده في الفريق دلوقتي. ولكن مع خطة باريس سان جيرمان الجديدة اللي احنا خلاص بقى مش هنبقى جو الجلاكتيكوس وعندنا لعيبة اعلى لعيبة في كل مركز والكلام ده كله، دلوقتي باريس بيحاول اللي هو لا، انا هحاول اجيب لعيبة شابة، هحاول اجيب لعيبة صغيرة، هحاول اجيب لعيبة واطلعها والكلام ده كله. واتمنى طبعا ان ده اللي يحصل يعني في الفترة الجاية دي. فبالتالي القرار اللي خده كيليان امبابي ده حلو ليه طبعا، ربنا يوفقه في ريال مدريد، بس ريال مدريد مش هيعاملوك بالطريقه اللي باريس سان جيرمان كانت بتعاملك بيها ابدا. فيعني ربنا يعينك وما تعملش مشاكل هناك، والحاجه فايزه يعني تبقى ايه، تبقى بالراحه شويه شويه كده على بيريز، عشان بيريز عادي ممكن بالشبش بيقول لها توكل على الله انت وابنك وما تقرفوناش. هل ده هيحصل او مش هيحصل؟ ده اللي هنشوفه بقى، عشان للاسف يعني كيليان امبابي ما بياخدش القرار دايما لوحده.
هي لازم ناس حواليه ووالدته هم اللي بيأثروا عليه في ان هو ياخد قراره ومش ياخد قراره والكلام ده. فبالتالي ده ممكن يعمل مشاكل قدام مع مثلا مع ريال مدريد ولا حاجه، فالدنيا تتعقد قوي. فيعني عامة هو لسه ما مشيش، هو لسه ما راحش الصيف الجاي. انت ممكن الكلام اللي اتقال ده كله، الاشاعه الموضوع اللي متقال دلوقتي من ساعه ده ان هو قال لناصر خليفي ان انا ماشي، ممكن الكلام ده كله يتكنسل وتلاقي كيليان امبابي جدد عادي. وطبعا كالعاده يعني ريال مدريد بيتخوزق في النص. فهنشوف الايام الجايه دي هتبين لنا حاجات كتير قوي، هتفهمنا العرض بتاع ريال مدريد اللي اتقال هيبقى عامل ازاي. هل هو هيبقى عرض اعلى من اللي اتقدم في 22 ولا هيبقى اقل؟ ولكن لحد دلوقتي الاخبار بتقول انه هيبقى اقل يعني. واللي يبين لك كمان قد ايه ريال مدريد لسه مهتم بيه لحد دلوقتي ان فلورنتينو بيريز لحد دلوقتي هو اللي بيتكلم مع كيليان امبابي مباشره. يعني مش جايب ايجنت من ريال مدريد مثلا، مش ايجنت من ريال مدريد جاي يتكلم مع كيليان امبابي بالنيابه عن ريال مدريد، لا هو دلوقتي فلورنتينو بيريز اللي بيتكلم معاه شخصيا. فحقيقي يعني اتمنى له كل الخير، واتمنى له ان هو يكسر الدنيا في ريال مدريد وما عنديش اي مشكله. اهم حاجه بس طبعا لما لو لعبناهم في الشامبيونز ليج ما يدخلش فينا جون ويحتفل، عشان تبقى مش حركه لذيذه خالص. ولكن يعني هنشوف. و يعني خبر مش احسن حاجه، ولكن هو خبر ممكن يبقى لباريس سان جيرمان احسن على المدى الطويل شويه، ان هم يبتدوا بقى يعتمدوا على لعيبه الموجوده. ان هي اصلا فرنسا بتطلع حاليا جيل متوحش، جيل عنده جيل واخد كاس عالم مره، وصل لنهائي كاس العالم المره اللي بعدها، ولكن هو بفروق صغيره عن الارجنتين كده بس خسر يعني. فانا حاسس دلوقتي ان كيليان امبابي بقى بيفكر بفكره اللي هو لا انا خلاص انا مش عايز فلوس على قد ما انا عايز الشهره والمجد والبالون دور والكلام ده كله. لان احنا عارفين، انا كمشجع برضو باريسي حتى دي عارفها، ان كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان ما بيوصلوش لحاجه في الاخر. اخر حاجه عرفنا نوصلها في 2020 ان احنا وصلنا نهائي تشامبيونز ليج وخسرنا قدام بايرن المتوحش ساعتها اللي كلنا، وما عرفناش نكسب. فبالتالي باريس سان جيرمان ما عندوش يعني ما عندوش تاريخ، ما عندوش حاجه يقدمها لكيليان امبابي. الفريق لسه بيحاول يقوم على رجله، الفريق لسه بالقوام الجديد ده بالمدرب الجديد ده بيحاول لسه يقف على رجله، ولحد دلوقتي هو لسه مش قادر قوي. ولكن ان شاء الله اتمنى له قدام ان هو ان شاء الله يقدر يعني. وكمان من الحاجات برضو اللي كنت عايز اتكلم فيها، فكره ان باريس سان جيرمان اصلا لما اتكلم مع كيليان امبابي المره دي اتكلم معاه في فكره اللي هو لا احنا فريق عايز يتبني من الاول. ولكن في نفس الوقت برضه هو عرض عليه عقد كان كبير قوي، كان مش عارف بقيمه مليار على مدار 10 سنين، رقم متخلف عقليا كده. بس طبعا اتقابل بالرفض من كيليان امبابي والكلام ده. عامة ده اللي كان عندي على موضوع كيليان امبابي، حبيت اطلع اقول لكم اللي حصل الجديد اللي اتقال. كان معاكم محمد عادل من برنامج باك ليفت، و سلام.